هي انت فقير ودخلت الفيديو عشان تطلع منه مليونير، عايز تنتخ في البيت وتريحها وفلوسك بتعمل فلوس 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 فلوس. عايز تبقى معاك كتير 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 من وسيلة مكسب مضمونة. كمل الفيديو للآخر، يمكن يكون أول طريقك للثروة الثروة الثروة. كتاكيت المستمعين لماذا الدولار. زمان قوي قوي ما كانش فيه النظام المصرفي اللي نعرفه النهارده. لما حركات التجاره بدات في مجتمعات البشر زمان كانت في صوره حاجه اسمها مقايضه، اديني طبق رز بلبن هديك شاكوش، او اديني 3 بيضات مقابل ان اديك اشتراك شات جي بي تي كده. يعني بمرور الوقت الناس اكتشفوا ان مش دايما المقايضه نافعه، لان انت معاك الرز بلبن وعايز الشاكوش، بس انا معايا شاكوش بس مش عايز الرز بلبن بتاعك، وبالتالي قيمه الرز بلبن اتخسف بيها الارض بقرار مني انا اللي مش عايز، وما بقاش الطبق ولا 10 منه يقدروا يشتروا الشاكوش اللي معايا. لذلك المجتمعات اختارت ساعتها وسيط يخليني اقول لك هات الشاكوش وهديك حاجه تقدر تشتري بيها اي حاجه في الدنيا تتمناها. ففي حاله انك مش عايز رز بلبن هات الشاكوش وهديك حاجه تقدر تجيب بيها شاكوش تاني، او صن بلوك، او اشتراك شهرين في نتفليكس، انت حر. في حالتنا كانت المعادن النفيسه ذهب وفضه وبرونز، كانوا بيستخدموا كلهم زي ما هم كده قطع من المعدن، والبشر قعدوا حبه في الحوار ده. كانت العمله فعلا مصنوعه من الخام، يعني دينار ذهبي هو قطعه من الذهب حرفيا عليها طبعه معينه بيتعاملوا بيها الناس ساعتها، وما كانش مهم اسم العمله على قد ما مهم وزن القطعه منها وجوده ونقاوه المعدن. لكن انا كروماني اتعاملت مع تاجر صيني، فانا هاخد عملته اللي هي ذهب اصلا برضو وهدوبها واشكلها على شكل عملتي وهكمل يومي عادي، مش مهم. الوضع ده خلى الثقه في طريقه التجاره مستمره، والناس كانت مرتاحه وكله كان ألسطة الى ان انا عايز اشتري القصر ده، ازاي هشتري العربيه، وازاي هشترك في شات جي بي تي برو اللي ب 200 دولار؟ انا كده احتاج 1000 من النوق العصافير محمله باطنان من الذهب نعدي بيهم الصحاري والوديان ونغزو الانفاق او نعمل حاجه صغيره قيمتها تساوي قيمه القصر. محتاجين حاجه خفيفه سهله تتخزن ممكن نتحرك بيها، محتاجين حاجه كده تقدر كل بلد تصمم منها نسختها الخاصه، محتاجين كده حاجة يعني محتاجين حاجة بس مفيش غيرها، الورقة. في القرن السابع الصين بدأت تستعمل أسلوب جديد في التجارة، ورقة ائتمانية صغيرة بين التجار بدل كميات الذهب المهولة اللي محتاجة تتشال دي. وفي القرن ال11 الدولة الصينية نفسها اعترفت بقيمة الأوراق دي وبدأت تطبع نسختها بنفسها، واللي اتعرفت وقتها باسم جياوزي. وطبعا طالما قلنا الصين في الوقت ده يبقى الموضوع هيوصل للغرب عن طريق ما عرف ساعتها بطريق الحرير. طريق الحرير ده طريق واحد في التاريخ هو السبب في ان عالمنا شكله كده النهارده، واكتبوا لي في الكومنتات لو حابين تعرفوا قصته الغريبه جدا جدا. المهم لما قصه الورق دي وصلت للغرب وعندنا في الشرق الاوسط ما كانش فيها ثقه قوي، لانها مجرد ورقه مش بتلمع كده وتخطف عينك يا عزيزي زي الذهب والفضه، مش معدن كده تقدر تروح تفتح بيه دماغ واحد او تعمله شبكه لعروستك، انما كان مجرد حته ورقه تعبانه وممكن تبلها وتشرب ميتها. وعشان نخلي الناس تثق في النظام ده بيوت المال او الاختراع المبدئي للبنوك وقتها ربط الورقه دي بشكل مباشر بالذهب، وسواء انت تاجر مش تاجر، فلاح مش فلاح، غني فقير، طويل قصير رفيع تخين، طالما معاك الورقه الفلانيه هنبدلها لك بقيمه كذا من الذهب. وهذا ما عرف ساعتها يا عزيزي بالغطاء الذهبي او الجولد ستاندرد، يعني ببساطة ورقتك دي متغطية بقدر معين من الذهب. أول قوة عظمى تستخدم النظام ده بشكل رسمي كانت بريطانيا في أوائل منتصف القرن 19 تقريبا، وبما إنها كانت متسيدة نص العالم وكانت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، فكانت متحكمة فيما يقرب من نص احتياطي العالم للذهب، وبالتالي عملتها اللي هي كانت الجنيه الاسترليني في الوقت ده كانت عملة تتاقل بالذهب حرفيا وقتها. وكمان بما إن من جور السعيد يسعد، دول العالم بدأت تقلد الإمبراطورية الأكبر، وبدأت دول غرب اوروبا تستخدم الجولد ستاندرد او الغطاء الذهبي، واللي جت بعدهم امريكا في اواخر القرن 19. فضلت بريطانيا متسيده المشهد لحد ما 1944 العالم كله نازل دق في بعضه، ولازم فريق ينتصر وفريق يتهزم، لكن الفريق اللي هينتصر هو كمان هيبقى فيه فرود، البلد اللي هتاخد احسن لاعب في العالم واللي هتعمل اكبر سمعه وتخطف الاضواء، البلد اللي هتخرس العالم كله وهتقوم محدش قادر يجاريها لحد النهارده. بعد الحرب العالميه الثانيه كله خرج متدغدغ ما عدا امريكا، ارضها سليمه معاها قنبله نوويه، والاهم انها باعت للعالم كله مؤن وسلاح، كسبت من وراهم ثروه خلت امريكا تخرج من الفتره دي معاها ما يقدر ب
تلتين ذهب العالم كله. الانتصار الساحق ده خلى امريكا الملك الجديد للانظمه العالميه، وكمالك جديد جه بشروط جديده كانت البذره لنبته العالم الفاسده اللي نعرفها النهارده. في مؤتمر بريتن وودز اللي اتعمل سنة 44 بعد الحرب العالمية الثانية، أمريكا قررت إن العالم كله هيتعامل بالدولار، والدولار بس هو اللي هيبقى مربوط بالذهب. وبما إن أمريكا معاها حوالي 70% من ذهب العالم، فده كان منطقي، مفيش بلد تانية عندها ذهب تقريبا، فهيربطوا عملتهم بإيه أصلا؟ فلا، نربط الذهب بالدولار أحسن. كده كده هيبقى الدولار مربوط بغطاء ذهبي عملاق، أكيد هيفضل على القمة 100 ولا 200 سنة ولا حاجة، صح؟ مشكلتك يا عزيزي انك اهوج، دي تاني مرة اقولها لك في حلقتين ورا بعض. انت ايه يا اخي؟ خلاص طالما سألت السؤال وعملت بلاك سكرين كده يبقى بلوت تويست يا اهوج، ارحم يا عم. امريكا بعد بريتون وودز لقت نفسها في دوامه، حرب فيتنام بتاكل مليارات، سباق فضاء بيشرب الفلوس شرب، وبرامج اجتماعيه امريكا مدخله نفسها فيها بتسحب فلوس زي المكنسه. طيب نعمل ايه؟ نطبع دولارات، صح؟ وهنا بقى اللعبه اتشقلبت خالص. امريكا كانت بتقول للعالم كل دولار في جيبك وراه ذهب عندنا، بس لما طبعت دولارات اكتر من الذهب اللي عندها، معنى كده ان بقى الورق اللي في جيوب الناس قيمته اقل من المتسجل في الدفاتر والمعلن. والدول بدات تشك. فرنسا مثلا بقياده شارل دوغول وقتها هاتوا الذهب وخدوا ورق، وكمان وارد انه بعت سفينه عسكريه مليانه الدولارات بتاعتهم عشان تبدلهم بالذهب. الذهب الامريكي كان فعلا بدا ينقص بسرعه جدا لحد يوم ميلاد الدولار الحديث الذي نعرفه اليوم يا كتاكيتي، يوم صدمه نيكسون 15 اغسطس 1971. يطلع الرئيس الامريكي نيكسون ويعلن بكل جرأة قدام العالم كله ان الذهب في امريكا اقل من الدولارات في العالم، يعني الورق اللي معاكم بجد بلوه اشربوا ميته. وعشان كده احنا قررنا ان احنا نفصل الذهب نهائي عن الدولار، ونخلي وزن الدولار يعتمد على الثقة في امريكا. I am determined that the American dollar must never again be a hostage in the hands of international speculators. طبعا امريكا كانت في الوقت ده وحش اقتصادي كده كده، والعالم كله كان بيتكلم بالدولار اصلا، فما حصلش قلق فتره طويله قبل ما العالم يتقبل الوضع الحالي. لكن امريكا برضو ما كانتش هتسيب الامور ماشيه بالحب كده وزي ما تيجي تيجي. في بدايه السبعينات امريكا دخلت في مفاوضات مع السعوديه، اكبر منتج للنفط وقتها. الاتفاق كان بسيط وعبقري من وجهة نظري. السعودية وكل دول أوبك هيبيعوا النفط بالدولار، بس في المقابل أمريكا هتوفر لهم الحماية العسكرية المتمثلة في القواعد اللي موجودة دلوقتي، وتديهم مكانة خاصة في النظام العالمي بصفتها الحاكم الجديد والفعلي للعالم من بعد الحرب العالمية الثانية. الصفقة دي قلبت الدنيا. من اللحظة دي أي دولة في العالم محتاجة بترول، ومفيش اقتصاد بيمشي من غير بترول، لازم يكون عندها دولار. يعني الدولار رجع يبقى مغطى بس مش بالذهب، الدولار رجع يبقى مغطى بالذهب الأسود بالبترول. والنتيجة على ده إن الطلب على الدولار انفجر، لأنه بقى التذكرة الوحيدة لشراء الطاقة. البنوك الأمريكية غرقت من الفلوس اللي جاية من تصدير البترول، وابتدى ما يعرف بإعادة تدوير البترودولار، إن الفلوس بتدخل الخليج وبترجع تاني كاستثمارات وصفقات وسندات في أمريكا ولازم منه. ومن هنا الدولار مش بس عاش بعد صدمة نيكسون، لا ده بقى أقوى من أي وقت فات. ومن يومها اتولد مصطلح البترودولار اللي قلناه، اللي هو ببساطة الدولار مربوط بالنفط، وهو ده العالم اللي نعرفه النهاردة. ده اللي يخلي النهاردة الدولار رقم واحد، لأنه عليه طلب، لأنه هو اللي بيستخدم في المعاملات. الدينار الكويتي التخين قيمته أقل، لأنه المعاملات حتى البترول اللي طالع من الكويت مش بيتباع بالدينار الكويتي لكنه بيتباع بالدولار. الفيديو ده مهم لانه فهم الماضي وازاي العملة بترتبط بالاشياء، وازاي هي مسألة عرض وطلب في الاخر، يقدر يخليك تتوقع المستقبل. وانا امل من الله اخواني الاعزاء ان البريكس يشتغل ونهدى على بعض شوية في حوار الدولار ده بقى. وحتى هذا الحين يا اخواني في الله، لا تنسوا تعليق والنشر والاشتراك والاعجاب وتفعيل زر الجرس. وعايز اقول حاجة اخيرة، طب في الفلوس مالكمش دعوة، سيبوني انا في الفلوس، سيبوني انا، لان هي غلبانة قوي. وسلام.